السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض حل كتاب الامتحان الدرس الثاني، ويلا يا بطل عشان ما أخركش. ركز معايا. أول سؤال بيقول لي اكتب الاسم الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى. على طول أروح قايل له إن ده يا معلم اسمه، ده يا ولاد اسمه قانون أهو. ده كده يا حبيب قلبي اسمه قانون بقاء الطاقة. قانون بقاء الطاقة. ماشي. عالم أوضح إن إجمالي الطاقة يبقى ثابت ضمن النظام المعزول. خلاص يا مستر بقى. هيرمان فون هيلم هولتز. هيرمان فون هيلم هولتز. تفاعلات ينتج عنها انطلاق طاقة حرارية كناتج من نواتج التفاعل. ده يا مستر التفاعلات الطاردة للحرارة. يبقى دي يا مستر اسمها تفاعلات طاردة للحرارة. عبوات تستخدم في إعداد القهوة أو تسخين الأطعمة الموجودة بها دون الحاجة لوجود مصدر حراري خارجي. اسمها عبوات أهي، عبوات ذاتية تسخين، ذاتية التسخين الفورية. عبوات ذاتية التسخين الفورية. تمام. تفاعل تسخين الألمنيوم مع أكسيد الحديد الأحمر، ده مهم جدا يا ولاد، اسمه تفاعل السرمت. اسمه تفاعل السرمت. أوكي، يلا بينا. تفاعلات يلزم لحدوثها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط فتنخفض درجة حرارته. إيه المشكلة؟ يبقى دي يا مستر التفاعلات الماصة للحرارة. السؤال اللي بعده أكمل. في التفاعل الكيميائي يتم كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات. يا مستر ممكن أقول له بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة، وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات. يا مستر أقول له المواد الناتجة زي العسل. كسر الروابط الكيميائية عملية. يا مستر دي كسر، يبقى عملية ماصة للحرارة. بينما تكوين الروابط عملية طاردة للحرارة زي العسل. عايز اكسر امتص حراره، عايز اطرد يا ولاد يبقى ايه؟ اكون روابط. تصنف التفاعلات الكيميائيه تبعا للتغيرات الحراريه المصاحبه لها الى تفاعلات. طبعا يا مستر في تفاعلات طارده للحراره وتفاعلات ماصه للحراره. تفاعل كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف نقط للحراره. يا مستر ده لما بيتفاعل يا مستر مع ده بيبقى يا حبيب قلبي الشاطر تفاعل طارد للحراره. مكتوبه يا ولاد في الكتاب بالنص. لما يبقى الفلز بيتفاعل مع الاحماض ده طارد للحراره. كربونات الفلز مع الاحماض طارد للحراره. احماض مع قلويات طارد للحراره. تمام. بينما تفاعل او هي حاجه تشوفها فيها كلمه انحلال يعني تفكك يعني خدت حراره، يبقى ده يا مستر تفاعل ماص للحراره. تمام. في التفاعلات الطاردة للحرارة بيكون مقدار الطاقة، اسمها طاردة بيكون مقدار الطاقة نقط من تكوين الروابط في جزيئات النواتج أكبر من الطاقة نقط عند كسر الروابط. يا مستر بيكون مقدار الطاقة المنطلقة أكبر من الطاقة الممتصة. ما هو اسمه تفاعل طارد. مثلا يا ولاد التفاعل الطارد ده مثلا خد طاقة مقدارها أي رقم بقى هقوله، مقدارها مثلا 200 جول، هيطلع 1000. يبقى هو خد 200 هيطلع 1000. طبعا يا جماعة اللي طلعوا اكتر من اللي خدوا يبقى ده مستر طارد. طب يلا نعكس، حد خد 2000 طلع 200، طب هو خد اكتر، صح الكلام؟ يبقى ده كده مستر ماس. يبقى ده يا حبيب قلبي بيقول لك طارد عشان بيكون مقدار الطاقه المنطلقه من تكوين روابط جديده في جزيئات النواتج اكبر من مقدار الطاقه الممتصه. يا جماعه الاسئله مهمه جدا جدا جدا. سيادتك معايا سنتر بحل معاك كتاب الاضواء واحنا موجودين، وبنحل كمان يا جماعه اسئله كتيره جدا. هنا بقى بحل لك كتاب الامتحان عشان سيادتك يبقى معاك كل حاجه ومش ناقصك اي حاجه. تمام. لصاحب التفاعلات الكيميائية تغيرات حرارية تظهر في صورة A أو A إلى أو من الوسط المحيط. طب يا عم هو بيقول لك التفاعل الكيميائي تغيرات تظهر في صورة نقط أو نقط إلى أو من امتصاص الإيه؟ الوسط المحيط. طبعا يا حبيب قلبي أهي طرد حرارة أو انطلاق، مش عايز تقول طرد قول انطلاق حرارة أهي، أو امتصاص حرارة. تمام. بما يحقق قانون مفيش غيره، قانون بقاء الطاقة. تستخدم الحشرات المضيئة الضوء الصادر من أجسامها في أغراض مختلفة. ماشي يا مستر ممكن أقول طبعا من أجل التزاوج أهو، من أجل التزاوج، أو طبعا يا حبيب قلبي الدفاع عن النفس. تتواصل يا أولاد مع الحشرات الباقية طبعا.
الصيغه الجزيئيه للجير الحي بس اهو CaO اكسيد الكالسيوم، بينما الصيغه الجزيئيه للجير المطفي CaOH الكل 2. التفاعلات نقط ينتج عنها انطلاق طاقه حراريه، طبعا يا جماعه دي التفاعلات الطارده للحراره بينتج عنها انطلاق طاقه حراريه، بينما تفاعلات نقط يصاحبها امتصاص يا مستر دي التفاعلات الماصه للحراره. ضع علامه صح او علامه غلط. يلا مع التصويب. تتحول الطاقه الكيميائيه المختزنه في عصير الليمون الى طاقه كهربيه بما يحقق قانون بقاء الماده انا اشتريت زي العسل. يصاحب تكسر الروابط بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله انطلاق. لا يا عم انت عايز تكسر يا عم، انا مش شاري الحته دي، يبقى ده مستر بيصاحبها امتصاص. ماشي يا ولاد؟ يلا السؤال يا ولاد اللي بعده. في التفاعلات الطاردة للحرارة تكون درجة الحرارة النهائية مساوية؟ لا يا مستر، هي بتكون أكبر من، يبقى طبعا الإجابة غلط. تصدر الحشرات المضيئة ضوء من منطقة البطن نتيجة حدوث تفاعلات ماصة؟ لا يا عم الحاج، دي نتيجة حدوث تفاعلات طاردة للحرارة، يبقى ده يا جماعة تفاعلات طاردة للحرارة. تحتوي العبوات ذاتية التخزين على هيدروكسيد الكالسيوم ومية. اصحى لا يغفلوك يا معلم، غلط، مش هيدروكسيد، هو أكسيد. ماشي؟ يعرف تفاعل الحديد مع اكسيد الالومنيوم. اصحى تاني لا يغفلوك، بيقول لك حديد مع اكسيد الالومنيوم. لا يا معلم انا ما اشتريتش الحته دي، يبقى يا مستر انا بقول الالومنيوم اهو مع اكسيد حديد، الومنيوم مع اكسيد حديد. غلط، عكسينها. في التفاعلات الماصه للحراره تنتقل الحراره من النظام للوسط ازاي يعني؟ المفروض يا اولاد من الوسط للنظام. غلط. يصاحب التفاعلات الماصه للحراره ارتفاع. يا عم الحاج انا قلت لك قبل كده في الدرس الاول حتى يا اخي، مش من الدرس الثاني ده، بقول لك الماصه خفض، الماصه خفض. يبقى ده يا مستر بص قدامك حل بقى من الحلين، تمام؟ وبيقول لك ارتفاع في درجه حراره الوسط المحيط. طب ثانيه واحده بقى، مش هنا يا بابا الوسط المحيط اللي هو طبعا انا مثلا لو معايا اناء اهو في شويه ميه، الوسط ده يا بابا هو اللي بيحيط بيه، صح الكلام؟ طب انا لما امتص حراره من الوسط المحيط يبقى ده هيخفض درجه حرارته، يبقى غلط طبعا يا اولاد. يبقى طبعا الاجابه بدل ما هو ارتفاع هتبقى انخفاض، يبقى طبعا يا جماعه الاجابه اهي انخفاض. الاسم الشائع لكربونات الكالسيوم هو الجير الحي؟ لا طبعا كذاب، انا ممكن اشيل كربونات الكالسيوم دي واكتب اكسيد الكالسيوم اسمه الجير الحي، بينما الاسم الشائع لمحلول هيدروكسيد الكالسيوم هو ماء الجير. لا ما اشتريتش انا ميه الجير دي يا مستر، هيدروكسيد الكالسيوم اسمها الجير المطفي، ده يا بابا اسمه الجير المطفي اهو بتتكتب كده، يبقى غلط. اخر سؤال يا اولاد يلا في صح وغلط. كلما ازدادت طاقه الرابطه ازدادت صعوبه كسرها. صح ده مستر، كل مستر ما الطاقه بتزيد زادت الصعوبه في كسرها، وطبعا يا مستر اجابه ممتازه. اختار الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. من الشكل المقابل أي مما يلي يعبر عن تحولات الطاقة الحادثة؟ طب يا عم هي كيميائية بتتحول لكهربية، إيه المشكلة يعني؟ مش قصة هي. يبقى ألف. العملية رقم 2 أهو، العملية N2 خد حرارة، طبعا يا بابا بص من غير ما تفكر، طبعا طالما الحرارة موجودة في المتفاعلات قبل السهم يبقى هو مصل الحرارة، تمام؟ بتمثل عملية كسر الروابط وهي عملية مصة، ولا كسر الروابط وهي عملية طاردة، ولا تكوين روابط مصة؟ غلط خالص. تكوين روابط غلط خالص، يبقى مستر كسر الروابط وهي عملية مصة للحرارة. عند غمر شريط من الألمنيوم في حمض الهيدروكلوريك، ماشي ده يا مستر فلز عشان بس تبقى عارف بيتفاعل مع حمض يعني طارد من قبل ما اكمل كلامي. درجة الحرارة كانت 25، يبقى أكيد أنا لسه قايل لك هو طارد بالحرارة. درجة الحرارة يا حبيب قلبي في التفاعل الطارد T2 أكبر من T1، طب هو بيقول لي T1 اللي في الأول خالص درجة الحرارة الابتدائية كانت 25، يبقى اكيد هتزيد عن 25، يبقى طبعا مفيش الا دي اكبر من 25، واتمنى تكون وصلت. اي مما يلي يعبر عن ما يحدث في التفاعل الطارد للحراره. طب عادي ايه المشكله يعني يا مستر؟ واحد بيطرد حراره يبقى تنتقل الحراره من، لا طبعا من الوسط المحيط، من الوسط المحيط غلط، من الوسط المحيط غلط، يبقى كده يا مستر الاجابه دي غلط خالص، والاجابه دي كمان غلط خالص. تمام، هو بتنتقل الحراره الى الوسط المحيط، ماشي، الى الوسط المحيط ماشي. درجة حرارة الخليط يا مستر انت لسه قايل لي ده طارد، يبقى درجة الحرارة بتترفع يبقى تزداد، يبقى كده يا مستر إجابة رقم د. خش اللي بعده. في التفاعل ده ماشي هيدروجين مع كلور طلع لي حرارة، يعني ده تفاعل طارد للحرارة.
ما مصدر التغير الحراري في هذا التفاعل؟ ماشي. امتصاص طاقة عند تكوين الروابط فقط، ولا انطلاق طاقة عند كسر ايه العبط ده؟ امتصاص طاقة عند كسر الروابط أنا اشتريت، وانطلاق طاقة عند تكوين الروابط اشتريت يا معلم. جيب. أنا طبعا يا مستر لما أحب أكسر همتص طاقة، لما أحب أكون هينطلق مني طاقة. السؤال السادس بيقول أي مما يلي يوضح الصيغة الجزيئية لكل من الحجر الجيري. طبعا يا حبيب قلب الحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسيوم CaCO3، والجير الحي اللي هو رمزه CaO. طبعا يا جماعة أنا عايز أختار كده اكس هتبقى CaCO3 اكس ايوه هي دي، والواي اهي. في التفاعلات المصة للحرارة، تفاعل بيمتص تنتقل الحرارة من النظام للوسط. لا غلط. ترتفع. طبعا يا جماعة خلاص دي كده غلط. ترتفع درجة حرارة الوسط المحيط. يا عم الحاج أنا بقول لك امتصيت حرارة هاخدها من الوسط المحيط، يبقى أكيد درجة حرارته هتقل، صح يا شباب؟ يبقى دي طبعا غلط. طيب تكون طاقة كسر الروابط في المتفاعلات أكبر من طاقة تكوين. حاصل طاقة كسر الروابط في المتفاعلات أكبر من طاقة تكوين الروابط في النواتج، وكده الإجابة رقم ج. أي أزواج المواد الآتية يؤدي تفاعلهم معا إلى خفض درجة. طبعا يا حبيب قلبي خفض درجة الحرارة، يعني أنا كده بدور على تفاعل. جدع سمعتك، مصل الحرارة. طبعا يا جماعة ما فيش غيره أهو، عندنا أهو في المنهج أهو. ماشي. هيدروكسيد الباريوم مع كلوريد الأمونيوم. من مخطط الطاقة الموضح بالشكل المقابل أي مما يلي صحيح؟ طب ركز بقى معايا. دي المتفاعلات ودي يا مستر النواتج. والله يا مستر المتفاعلات أكبر من النواتج، يبقى من غير ما أفكر يا حبيب قلبي ده طارد للإيه؟ للحرارة. طب عسل يلا. قال لك ايه بيعبر عن الطاقه او عايز ايه بيعبر عن الطاقه المنطلقه اثناء تكوين الروابط، ولا تكوين الروابط ومنطلقه، ولا سي بيعبر عن الطاقه الممتصه اثناء كسر الروابط، ولا بي يعبر عن الطاقه المنطلقه من التفاعل؟ والله حصل هو يا ولاد البي بس هو اللي بيعبر عن الطاقه اللي اتنقلت يا حبيب قلبي. الطاقه المنطلقه من التفاعل. كده يا جماعه البيس دي صح. يبقى كده يا جماعه الاجابه رقم ج. يلا يا حبايب قلب الشاطرين. بيقول لي من مخطط الطاقه المقابل اي مما يلي يعد صحيح. طبعا يا ولاد اهو في حاجه اعلى من حاجه. طبعا يا ولاد انا كنت فوق اهو بقيت تحت، كنت فوق بقيت تحت، يعني ده كده يا مستر تفاعل طارد للحراره زي العسل. قال لك تنتقل الحراره من الوسط المحيط الى النظام، ولا التفاعل ماس للحراره، ولا طبعا يا جماعه بيقول لك من الوسط المحيط للنظام ده ماس يبقى غلط. التفاعل ماس للحراره غلط، انا لو لسه قايل لك طارد. طب بعرفها منين؟ كنت فوق بقيت تحت طارد، طب كنت تحت بقيت فوق ماس. 5 جيم قصدي. الطاقة المنطلقة من تكوين روابط بين جزيئات النواتج. الطاقة المنطلقة من تكوين الروابط في جزيئات النواتج أكبر. حصل والله أكبر من كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة. يبقى دي كده يا ولاد الإجابة. طيب 11 من مخطط الطاقة المقابل ما الرقم الدال على مقدار الطاقة الممتصة من الوسط المحيط في هذا التفاعل؟ بص يا حبيب قلبي مقدار الطاقة وبيقول لك الممتصة، يبقى أنا مش هبص هنا خالص، أنا هبص هنا. الممتصة الحتة دي يا حبيب قلبي اللي هي رقم كام؟ 4. يبقى كده يا أولاد الإجابة رقم د. 12 بيقول لك الشكل ده بيوضح مخطط الطاقة لأحد التفاعلات الكيميائية. طب بص عشان تثبت لك بس كلامي ده، كنت تحت بقيت فوق، يبقى ده يا مستر تفاعل ماس للحرارة. طب تعالى كده نجيب الفرق بينهم. دي 20 ودي 40، الفرق بينهم كام؟ 20. اطرح 40 ناقص 20 تطلع 20، يبقى هو ماس. يبقى انا اي حاجه فيها طارد غلط. ليه؟ بص افهم عشان خاطر افهم. انت كنت تحت بقيت فوق طلعت، دي اقل من دي، خلاص يا عم يبقى ماس. يبقى هنا ماس للحراره وهنا 20. تعالى بس اقول لك على حاجه عشان يعني ايه. الاسيستنت بيقول لي انت ما خدتش بالك يا مستر من سؤال قريته غلط وانا اصلا مطبق ومش قادر. تعالى اقول لك على حاجه. في سؤال اول سؤال في صح وغلط. ايوه بص يا اولاد انا دي عاملها صح، ما خدتش بالي. هي مش قانون بقاء الماده، انا كنت فاكره كاتبها كتله. فطبعا يا جماعه الاجابه طبعا هنا هتبقى غلط بالثلث يعني. خلاص اوعى تنسى. يبقى دي كده يا حبايب قلبي غلط. ماشي. انا ما خدتش بالي بس من قانون بقاء مين؟ الماده. يلا يا اولاد نرجع تاني لبعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعده. وقفنا كل ده خلاص، خلصنا خلاص الحمد لله. اختار. تعالى يلا صنف التفاعلات لتفاعلات مصة وتفاعلات طرد. طب بالراحه. هيدروكسيد باريوم ده ماشي مع مسحوق كلوريد امونيوم. لا يا مستر ده ماس، عندنا يا مستر في المنهج تفاعل ماس للحراره. تفاعل السيرمت يا مستر ده التفاعل السيرمت ده اللي هو بتاع الالومنيوم مع اكسيد الحديد طارد. تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الاكسجين لتكوين الماء. طب يا مستر ما هيدروجين مع اكسجين يكون ميه برضه يا مستر، ده تفاعل طارد للحراره. تفاعل انحلال، طالما انحلال مش هكمل السؤال يبقى ماس.
تفاعل بيكربونات البوتاسيوم مع حمض الكبريتيك. دي بيكربونات البوتاسيوم عشان بس ما حدش يقول لي دي يا مستر كربونات الفلز، لا، كربونات الفلز مع حمض الكبريتيك يا باشا بيبقى فيه تفاعل طارد للحراره، لكن دي ماس اهو للحراره. تفاعل الماء مع مين؟ مع الجير الحي، ماشي، ده يا مستر برضو تفاعل طارد للحراره. خلاص بقى انحلال، يبقى هو يا مستر تفاعل ايه؟ ماس للحراره. ما المقصود بقانون بقاء الكتلة؟ أنا آسف برضو ماشي. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى. تفاعلات الطردة للحرارة والتفاعلات المصة للحرارة. بص يا أولاد، دي تفاعلات بيتم فيها انطلاق طاقة حرارية من النظام إلى الوسط المحيط، تفاعلات يتم فيها امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط إلى النظام. خش معايا على علل، قال لك تتضمن التفاعلات الكيميائية عادة تغيرات حرارية. طبعا يا مستر، يبقى لأن هناك بعض التفاعلات طاردة للحرارة وهناك بعض التفاعلات مصة للحرارة. واقعد بقى يا أولاد أشرح له إيه الفرق بقى يا أولاد ما بينهم. سهل جدا، حليناه أصلا يا أولاد وإحنا بنحل كتير. تفاعلات الأحماض مع القلويات طاردة للحرارة، هتقولي لأنه ينتج عنها حرارة أو بيطرد حرارة من النظام إلى الوسط الإيه؟ المحيط، زي العسل. تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يكون مصحوب بانطلاق طاقة حرارية. تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يكون مصحوب بانطلاق طاقة ايه؟ حرارية. ليه يا مستر؟ لأنه يعمل على، بص بقى ركز معايا، لأنه يعمل على انطلاق حرارة من النظام إلى الوسط المحيط. طبعا يا جماعة كل الأسئلة دي أصلا ما فيهاش أي حاجة، أنا بقول لك ليه ده بيقول لك بيبقى مصحوب بانطلاق طاقة حرارية. هتقولي لأن الطاقة اللي هي طبعا يا جماعة بتنطلق أكبر من الطاقة ايه؟ الممتصة. يمكن إعداد القهوة في العبوات ذاتية التغذية الفورية دون الحاجة لوجود، اكتب بقى معايا، دون الحاجة لوجود مصدر حراري خارج، لأنه تفاعل طارد للحرارة يعمل على انطلاق طاقة حرارية إلى الوسط المحيط بدون الحاجة إلى مصدر حراري. يستخدم تفاعل السيرميت في لحام قضبان السكك الحديدية، نفس الكلام، لأنه تفاعل طارد للحرارة بيؤدي إلى طرد حرارة إلى الوسط المحيط دون الحاجة إلى مصدر حراري. عند إضافة مسحوق هيدروكسيد الباريوم إلى كلوريد الأمونيوم تنخفض درجة حرارة الوسط المحيط. ليه يا حبيب قلبي لما بضيف ده على ده بتنخفض درجة الحرارة؟ هتقول لي لحدوث تفاعل ماس للحرارة أو لامتصاص حرارة من الوسط المحيط إلى النظام، تعمل على خفض درجة الحرارة. تفاعل انحلال غاز الأوزون في الغلاف الجوي ماس للحرارة، هتقول لي لأن الطاقة الحرارية الممتصة أكبر من الطاقة الحرارية الإيه؟ المنطلقة، يبقى الممتصة لكسر الروابط أكبر من اللهم صل على النبي المنطلقة لتكوين الروابط. سهلة أوي. ما النتائج؟ حدوث تفاعل كيميائي بالنسبة للروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. يا مستر إيه المشكلة يعني؟ دي هتتكسر الروابط الموجودة في ذرات جزيئات المواد المتفاعلة، دي يا مستر هيحصل لها كسر، ودي يا مستر هيحصل لها تكوين. تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك يطرد حرارة إلى الوسط المحيط، هتؤدي إلى رفع درجة الحرارة. يبقى هتقول لي طرد حرارة إلى الوسط المحيط تؤدي إلى رفع درجة الحرارة. اوعى تنسى، اكتب اللي أنا بقوله ده وهحاول أبطأ نفسي شوية. الضغط على الزر السفلي الموجود في عبوة ذاتية التسخين، هتقول لي أدى إلى، بص بقى، اتحاد أكسيد الكالسيوم بالماء مما يؤدي إلى حدوث تفاعل طارد للحرارة. حدوث تفاعل طارد للحرارة، انطلاق طاقة حرارية، انطلاق طاقة حرارية تؤدي لرفع درجة الحرارة. عشان كده يا مستر مش هحتاج مصدر حراري. تمام. حدوث تفاعل السيرميت، يلا او حدوث تفاعل طارد للحراره ادى الى انطلاق طاقه حراريه الى الوسط المحيط. صح الكلام يا اولاد؟ وادى الى طبعا يا جماعه لحام قضبان السكك الحديديه. اضافه مسحوق كلوريد الامونيوم الى مسحوق هيدروكسيد الباريوم يؤدي الى حدوث تفاعل ماس للحراره وتنخفض درجه الحراره بتاعت الخليط. يلا بينا. التفاعلات الطاردة للحرارة بالنسبة لبعض أنواع الحشرات. يا مستر اذكر استخدام التفاعلات الطاردة أهي، بتحول الطاقة الكيميائية اللي جوه جسم الحشرة إلى طاقة ضوئية لكي تتواصل مع بعضها البعض، وطبعا يا جماعة موسم التزاوج، وطبعا يا جماعة الدفاع عن النفس. عبوات ذاتية التسخين الفورية، تسخين القهوة والمشروبات، وكمان يا مستر تحضيرها طبعا، وكمان تسخين بعض الأطعمة لحدوث تفاعل طارد للحرارة. ده تفاعل السيرميت لحام قضبان السكك الحديدية. كده يعني ما اعتقدش يعني اللي فيه اي حاجه، ما فيش اي مشاكل. بيقول لك ماذا يحدث عند توصيل كل من ساق النحاس وساق الخرسين باللمبه الليد. يا عم معايا خرسين ومعايا يا عم نحاس، هوصلها مستر باللمبه الليد يؤدي الى اضاءه المصباح. مع التفسير لتحول الطاقه الكيميائيه داخل الليمونه الى طاقه ضوئيه. وضح تحولات الطاقه لسه قايلين، واللي بعده كله يا اولاد خلاص تمام ما فيهوش اي مشاكل. كده يا اولاد نكون خلصنا مع بعض اسئله كتاب الامتحان. طبعا هحل بس معاك دي
عشان بالمره بقى ما جاتش عليها، تم اضافه مسحوق كلوريد الامونيوم الى مسحوق هيدروكسيد الباريوم درجه حرارته T1، تغيرت درجه حراره T2، مين اكبر؟ طب ما تركز معايا، ده تفاعل ايه؟ ده يا مستر تفاعل ماس للحراره، طالما ماس للحراره يعني انا معايا T1 اكبر من T2، مين اكبر يا مستر؟ T1. ماذا يحدث عند رفع الدورق عن قطعه الخشب مع التفسير؟ خلاص بقى يا مستر انت هتحط الدورق ده على قطعه الخشب، خلاص يا مستر دي قطعه خشب مبلله طبعا يا مستر بالميه، طبعا يا مستر هيحصل هنا طبعا يا مستر تجمد. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تكون الدنيا وصلت. الحمد لله كده يا مستر خلصنا مع بعض اسئله الدرس الثاني، ربنا ان شاء الله يكرمكم ويوفقكم واشوفكم احسن ناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.